النهارده ان شاء الله هعمل لكم كيكه الرواني اللي هي كيكه البسبوسه. طعمها تحفه وكمان من احلى الكيكات اللي ممكن تدوقوها وبمكونات بسيطه وسهله. بصوا شكلها عامل ازاي، جميل جدا وهشه. ان شاء الله هتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا مع بعض. احنا هنحتاج المقادير بتاعتنا. هنحتاج كوبايه من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه السامولينا، وهنحتاج كوبايه ونص من الدقيق متعدد الاستعمالات، وهنحتاج 4 بيضات، وهنحتاج تلت كوبايه من جوز الهند، وهنحتاج كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر، وهنحتاج كوبايه من اللبن وكوبايه من الزيت، وهنحتاج كوبايه من السكر. يلا بينا نبدا مع بعض. احنا في الخلاط بتاعنا هنحط 4 بيضات، هنحط كيس الفانيليا، وهنحط السكر. انا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. وهنحط كوبايه الزيت، وهنحط تلت كوبايه جوز الهند، وكوبايه الحليب، وهنخلطهم كلهم كويس جدا لمدة 3 دقايق. بعد كده احنا هنجيب طبقة نحطهم، وبعد كده هحط الدقيق السميد بتاعي اللي هو دقيق البسبوسة، وهنقلبه. طبعا احنا بنقلبه كله في اتجاه واحد، ما ينفعش اقلب في عكس الاتجاه. وهنحط الكوبايه ونص من الدقيق بتاعي، طبعا انا حاطه كوبايه ونص من الدقيق، عليهم كيس بيكنج باودر، ونخلطهم مع بعض الاول، وبعدين بحطهم على الخليط وبقلبه زي ما انتم شايفين كده، كله في اتجاه واحد لحد ما الدقيق كله يختفي معايا بالشكل ده. بعد كده بجيب صينيه مدهونه زبده ورشه دقيق، وبنزل بالخليط بتاعي فيها زي ما انتم شايفين. الخليط لا هو تقيل ولا هو خفيف خالص. دي مقاسها 28. بخبطها كده علشان تطلع اي هواء جواها، وبعدين بحطها في فرن على درجة حرارة 180 ساخن قبلها، بتاخد من 40 ل 45 دقيقة، ونطلعها ونشوفها مع بعض. يلا بينا نعمل الشربات بتاعنا. احنا في حلة هنحط كوباية من السكر، وكوباية ونص من المية، واول ما يغلي معانا هنحط له نص عصير ليمونه، ونسيبه يغلي لمده 10 دقايق على نار متوسطه. وبعد الشربات معدي عليه 10 دقايق هنطفي النار، وهنحط له كيس فانيليا وهنسيبه يبرد. دي كده خلاص الكيكه بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن. بسقيها على طول بالشربات اللي انا كنت عاملاه لها. شربات بيبقى بارد معايا. هسيبها بقى تبرد شويه وبعد كده هقطعها. وده كده شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما بردت. بنقطعها شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين؟ جميلة جدا وهشة.